جدة وفي تدريبات نادي الاتحاد حاول يجري لقاءات مع لاعبي الاتحاد، لكن يبدو كان منع من الإدارة، يعني بحاول ألطف، يعني منع من الإدارة عن لإجراء هذه المقابلات مع اللاعبين. وكان موجود أحمد الفريدي من ضمن اللاعبين، كان يرتدي الزي السعودي الرسمي. بعدها زميلي رياض المزهر أجرى لقاءات مع جماهير نادي الاتحاد. خلونا بنشوف الآن هذه اللقاءات وردة فعل الجمهور الاتحادي وآرائهم حول ناديهم. قدم مثلا لا جابت لعيبه بس بيع في اللعيبه، ما بيع اللعيبه كل يوم تسرح على واحد، ها، لكن جيم ما جابت. اين اللعيبه الاجانب؟ الفريدي هذه نكبه، انت تبعد سعود كريري وتعاقد مع الفريدي ب 38 مليون، 3.5 عموله، لابد ما يبلغ سلطان بلوي لحاله، لابد مع شركاء من الاداره، لان الاداره هي اللي وقع مع الفريدي. وتتعاقد مع اسامه المولد ب 35 و3 مليون ونص عموله، معناته انت اداره ما جات تدفع بالاتحاد الامام، جات اسلب من ورا. هذه 70 مليون من ضمن 160 مليون اللي بيقولون انها موجوده، هذه 70 مليون موجوده في لاعبين. حتى لو قال لي انه في مؤجله ودفعات مؤجله، ما على ظهر الاتحاد ومن ضمن الديون اللي مسجلينها. نرحب فيك على السعوديه الرياضيه. سماح بالدخول للجماهير، كيف اوضاع ناديكم؟ كيف تشوف دخولكم للتمرينات؟ مطالبكم كجماهير. والله السماح بالدخول يعني ريحنا احنا نفسيا، يعني صرت انت قريب من الحدث. اول بعيد تعتبر عن حدث ما تدري ايش فيه، تحس انه في حاجه كذا ولا شيء، لكن تيجي تشوف نتواصل حتى مع اللعيبه، ويعني هذا شيء يريحنا. بالنسبه لاوضاع نادينا والله كل الدلائل تشير انه ما في بشائر طيبه. والله في ظل تكتم الاداره طبيعي ما تدري ايش فيه، ما حد يواجهك، رئيس النادي ما يواجه، ما يجي يكلمنا تعالي ليه، ما في شيء. حاولتوا تتكلموا معاه انتم؟ هو يجي من الباب يروح في اليمين ويجي راجع. طيب تعال، انا حاولت مع بعض الاداريين في الالعاب هنا اني انا اكلمه، اقول له تعال تواصل مع الناس، خلي الناس تعرف ايش في، يسالوك جاوبهم. والله الاوضاع زي ما تشوفها سيئه لدرجه ما تتصور. طلباتنا انه الاداره هذه ترحل، تجي اداره وتمسك النادي وتجيب لعيبه اجانب على مستوى، وطبعا وتسدد الديون، وهذه طلباتنا، ما نبغى شيء غير كذا. طالب بس انه ما يروح لاي لاعب، خلاص يبقى على ما هو عليه. ما ابغى يشيلوا اي لاعب، يعني يبقوا زي ما هم يعني اللعيبه. انا كذا اذا رحلوا كم لاعب الوضع يكون سيء والله. ايش الحل من وجهه نظرك في ظل الظروف اللي يعيشها نادي الاتحاد ماليا وفنيا؟ ابتعاد الاداره هذه بس، هذا هو الحل. لا عندهم فلوس ولا عندهم شيء ولا عندهم حتى ايش تبغى انا اقول لك، يعني ناس مفلسين. هذا كرسي نادي الاتحاد حار، ويبغى له رجال حار وعنده ماده. اللي يستطيع، اللي عنده ماده ويستطيع ويبغى البقاء لازم يكون عنده ماده والحلول تكون موجوده لديه. وما اذا كانه بس يمسك يقول انا رئيس نادي وما عنده مفلس، ما يصلح ابدا. الاتحاد لما جماهير الاتحاد لما زهموهم وقالوا لهم سووا قطه لنادي الاتحاد، قطوا. بس بحب بقول لكم ان الجماهير اللي شفتوهم الان اللي جرى معهم زميلي رياض المزهر، هاللقاءات هذه، الجماهير هذه يحضرون في التمارين يوميا من تقريبا عشرات السنين، هم يحضرون يوميا. انا بالنسبه لي من خلال متابعتي يعني دورينا ما شفت في حياتي ابدا مسؤول رياضي ينتقد من جماهيره كثر ما انتقد المهندس عادل جمجوم. لكن يبدو انه المهندس عادل له راي اخر يخالف راي هذه الجماهير. احنا